ايه اللي يخلي نادي المركز الثاني في الدوري المصري واحنا لسه في بداية الدور الثاني إيه معاه عدد نقط ينافس على الدوري بشكل كبير. إيه كل المباريات اللي لعبها فيها شك ان هو ما كانش يستحق الفوز، وفيها شك ان الفرق المنافسة ليه كان ليها ضربات جزاء زي المصري، زي فاركو، زي زد، إيه زي بيراميدز. الكرة بتاعت محمد حمدي لما الشحات داس عليه والطرد بتاع بيراميدز. لا لا لا، كل ده حصل مع الفريق. ايه اللي يخليه يعمل اللي هو عمله؟ ايه اللي يخليه يعمل كده؟ ايه اللي يخليه يطلع ببيانات وعايز حكام اجانب؟ ايه اللي يخليه حاكم يهاجم الحكام المصريين وهو يعني الحكام المصريين خيرهم مغرقوا؟ ايه ليه اللي حصل؟ ان شاء الله في الفيديو القصير اللي احنا عاملينه ده، يعني مش هياخد من وقت بس عايزين نفهم. احنا فرحانين بس عايزين نفهم اللي حوالينا، عايزين نفهم ايه اللي بيدور حوالينا عشان ما نبقاش احنا فرحنا باي حاجه خلاص. لا، عايزين نشوف المشهد، عايزين نعمل كده يعني وايد انجل للمشهد عشان نشوفه من كل الزوايا. فهاخد من وقت حضرتك 5 دقايق بس نتكلم فيهم جد. جماعة اللايك مهم للفيديو ده والكومنت، يعني لازم كلكم تكتبوا رأيكم في التعليقات. عايزين عشان ما نبقاش يعني قاعدين ما نعرفش ايه اللي بيدور حوالينا. فحضراتكم اللايك مهم، اللايك مهم عشان اللجان هتشتغل. انا ما عنديش يعني مش ياما ولكن هم بيكتبوا كلمات مفتاحية معينة، ان هو انا لو جبت سيرة حاجة معينة بيخش اللجان يعمل لك بلاغات على الفيديو ده بيقدم محتوى كراهية، بيقدم محتوى في كلام مش يعني ما يصحش اقوله دلوقتي، فبالتالي الفيديو ما بيتنشرش بيموت. فاللايك مهم جدا عشان انت كده بتثبت للخوارزميات بتاعت اليوتيوب لا ده في ناس معجبة بالفيديو ده، فالبلاغات دي وهمية. نبدأ بإيه؟ نبدأ الأول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير إن شاء الله دائما وأبدا. وهنبدأ يعني نشوف مع بعض كده كلام ما بين السطور من البيان اللي نزله النادي الأهلي. أول حاجة بس يعني إن شاء الله هنوصل على الأقل لحتة صغيرة من الحقيقة في الفيديو ده لو ما وصلناش لكلها يعني بتوفيق ربنا وعلى الاقل بنفكر مع بعض بدل ما احنا مثلا نحفل. لا، هنحفل وقدامنا لسه وقت كتير ان احنا نحفل ان شاء الله، ولسه 3 بوينتس هيجولنا يعني. ولكن عايزين نفهم المشهد. ندخل كده مع بعض بسم الله. ده طبعا بيان النادي الاهلي اللي نزله، مش عارف كده احسن ولا بيان النادي الاهلي اللي نزله يوم المباراة. ملناش دعوه بالكلام اللي فوق ده وناقش ومش عارف ايه والتخبط وصباحا لا، احنا لينا دعوه بالاصفر اللي انا معلم عليه ده. بالرغم من مخاطبه الرابطه لاتحاد الكوره، النادي الاهلي خاطب رابطه الانديه، راحت رابطه الانديه خاطبت ده على كلام البيان، خاطبت اتحاد الكوره بايه بقى؟ بطلب حكام اجانب للمباراه بعد الاخطاء التحكيمية غير المبررة التي تجاوزت كل الحدود وأثرت في نتائج المباريات، بل وامتدت أحيانا إلى محاولة تحديد طريق البطولة. ثواني عشان لسه معانا تاني. الله 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 الله. يعني هنا النادي الأهلي بيقول لك بعد الأخطاء التحكيمية الغير مبررة هاتولي خطأ واحد حصل في مباراة للنادي الأهلي في الدور الأول. نتكلم على الموسم ده، مش هنتكلم على أي موسم تاني خالص. حد يا جماعة يجيب لي خطأ واحد حصل في مباراة للنادي الأهلي عليه هو. الأخطاء حصلت على الناس اللي بتنافسه،
الاخطاء حصلت على نادي الزمالك المنافس الاول ليه. احنا خسرنا اكتر من 15 نقطة بسبب الاخطاء التحكيمية. خسرنا لعيبة بسبب الانذارات الغير مبررة والطرد الغير مبرر اللي هو بيقول عليه. بل وامتدت الاخطاء بقى، بل وامتدت احيانا الى محاولة تحديد طريق البطولة. هنا الكلام على مين؟ احنا نطلع نادي الزمالك بره الليلة خالص. الكلام هنا على بيراميدز. بيراميدز في مبارياته ما حصلش عليه اخطاء تحكيمية غير مباراة الاهلي. انا اسف تاني، بيراميدز في كل مبارياته اللي لعبها في الدور الاول ما حصلش عليه اخطاء تحكيمية غير في مباراة النادي الاهلي. فهنا النادي الاهلي بيشير ان البطولة متوجهة لمين؟ لبيراميدز. ليه؟ لان الاهلي مش متعود على كده. الاهلي متعود ان هو الفرق كلها تتفشخ اللي بتنافسه تحكيميا عشان هو اللي يركب الدوري ومفيش حد يبقى بينافسه خالص. فضلا عن قيام النادي خلال الفترة الماضية بإرسال مكاتبات رسمية عديدة لاتحاد الكرة. احنا سمعنا صويت وصريخ من أول الدوري، من أول مباراة في الدوري النادي الأهلي طلع ببيانات. يعني ده هو مخطط لحاجة معينة، هم مخططين لحاجة معينة وبتتنفذ، بس لازم نعرف هي ايه. هنا بقى في الاخر وفي حالة عدم الاستجابة فإن النادي الأهلي يعلن عدم استكمال بطولة الدوري. هو انسحب من المباراة ليه؟ لأنه كان عايز مباراة اليوم بطاقم تحكيم أجنبي لتوفير العدالة بين الأندية المتنافسة، اللي هم مين؟ الثلاث أندية أو الأربعة: بيراميدز، أهلي، زمالك، مصري. هل خلاص بقى نخلع كده؟ هل النادي الاهلي بيدور على مصلحة أندية متنافسة؟ هل تهمه مصلحة اي حد غيره او اي نادي؟ يعني انا يهمني مصلحتي، انا مالي بالاندية المتنافسة. لو في مشكلة زي ما الزمالك عمل الموسم اللي فات تتضامنوا معايا يا جماعة عشان انتوا شفتوا عهر تحكيمي، انا اسف في اللفظ، قدام عينيكم. فبدل ما يحصل معاكم نفس الكلام وما تلاقيش حد يعني يقف معاكم، وقفوا معاه. ما حدش طبعا وقف معانا خالص. طب هو لو الدوري موجه لبيراميدز، ليه الموسم ده مثلا؟ كان في مواسم تانية الزمالك مثلا اخد فيها الدوري كان ممكن في الموسم اللي هو الاهلي طلع التالت فيه لما لعب بالناشئين وبتاع. اشمعنى الموسم ده؟ الملخص بتاعنا ايه؟ ان احنا في الفترة الاخيرة سمعنا موضوع تشفير الدوري، والناس طلعت اتريقت على الموضوع ده لان انت ما عندكش دوري اصلا، ده انت ما بتلعبش بجماهير. والناس من اتحاد الكوره ورابطه الانديه هم اللي كانوا بيتكلموا في الموضوع بتاع التشفير، ومعاهم رؤساء مجالس انديه غير شعبيه. والناس المسؤولين دول اتكلموا على المواطن الخليجي اللي هو هيتابع الدوري المصري لو اتشفر، فهيدفع فلوس هو ما بيدورش على مستهلك مصري، هو بيدور على مستهلك خليجي. فعندك مين في الدوري المصري المستثمر بتاعه خليجي والمنتج اللي هو يعني رئيس النادي بتاعه خليجي؟ بيراميدز. فمن وجهة نظر الاهلي ومن وجهة نظر الناس اللي بتلعب تحت الترابيزة اللي هم برضو تبع الاهلي، ان الدوري متوجه لبيراميدز ممكن يكون صح عشان يتقال احنا نشفره بقى، لا هو نادي خليجي وبتاع وفيه منافسه، مش كل سنه الاهلي ولا الزمالك، لا هو نادي وتعالوا استثمروا واحنا هنشفر وهاتوا فلوس ومش فلوس ومش عارف ايه. فالنادي الاهلي مش عاجبه الكلام ده،
قال لك لا هو الدوري بتاعي، الحكام بتوعي، انتوا هتطلعوا بره النص. هو ده بص يعني، انت من اللي احنا اتكلمنا فيه في الثمان 9 دقايق دول 10 دقايق هتطلع منه بنص الحقيقة. فكر انت بقى وهات معلومة من هنا ومعلومات من هنا، احنا بنفكر مع بعض، ما بنفرقش رأي على بعض. بس هنشوف كل يوم في حاجات جديدة بتطلع، وهنشوف وهنتعلم اكتر وهنعرف هي ماشية ازاي. ولكن لازم يبقى في عندنا حتة كجماهير نادي الزمالك لازم نعرف ايه اللي بيدور حوالينا، عشان ما نلاقيش مرة واحدة كده لقينا نفسنا اتغفلنا واترمينا والدوري اتلغى والدنيا اتلغت والدنيا اتشقلطت واحنا قاعدين مش عارفين ايه ده احنا كنا بنحفل، ايه ده فين التلاتة بوينت بتوعنا، ايه ده احنا مش لسه. بس كده، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واكتب لي رايك في التعليق تحت على اللي احنا قلناه ده كله، واعمل اشتراك. كان معاكم مرتضى، اشوفكم على خير ان شاء الله. سلام. مؤامرات واحنا عايشين في مؤامرات وجوه مؤامرات، واحنا ملوك المؤامرات يا باشا. يعني ما تجيش تعمل علينا اي حاجه عشان بقى عندنا بارانويا خلاص من اللي بيتمارس ضدنا كجماهير نادي الزمالك. بوم.